يوم 29 إبريل سنة 2009 وصلت معلومة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي إن واحد من قوة الأمن الداخلي شغال مع الموساد الإسرائيلي من فترة طويلة، ولما عملوا تحرياتهم وتأكدوا من صحة المعلومة اكتشفوا إنه تسبب في استشهاد آلاف من المواطنين اللبنانيين بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. والجاسوس ده لما اتقبض عليه في بيته أول حاجة قالها: أختي وجوزها هم اللي عرضوا عليا وشغلوني مع الموساد، وهم اللي وصلوني إن أعمل كده. مين بقى الجاسوس ده وإيه حكايته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. سنة 1970 اتولد هيثم راجح جميل السحمراني في أسرة متوسطة الحال شمال لبنان، وتدرج في التعليم لحد سنة 1991. ولما وصل ل 21 سنة قرر يتطوع في قوة الأمن الداخلي في الجيش اللبناني، وقدم أوراقه وتطوع فعلا في الجيش ووصل لرتبة رقيب أول. وسنة 1993 أخته ساهرة اتجوزت واحد من نفس بلدها اسمه أحمد، وبعد الجواز بفترة سافرت معاه لدولة عربية بسبب شغله هناك، وعاشت معاه تقريبا 3 سنين لحد سنة 1996. وفجأة رجعت تاني لأهلها وقالت لهم إنها كانت بتتضرب من جوزها ومش عايزة تعيش معاه تاني. بس أبوها راجح حاول يحل المشكلة بأي طريقة من الطرق على أساس إنها ترجع لجوزها تاني. بس ساهرة ما سافرتش مع جوزها وهربت من بيت أهلها، وكلمت أمها بعد حوالي أسبوع وقالت لها إنها هربت مع واحد اسمه محمد الأمين للمناطق الحدودية المحتلة. وساهرة دي كانت هي راس الأفعى. لما هربت مع محمد الأمين بعدها ظهرت عليها النعمة وكان معاها فلوس كتير جدا، وكانت بتبعت فلوس لأهلها كل فترة والتانية. وفي يوم من الأيام اتصل بيها أخوها هيثم وطلب منها تبعت له مبلغ كل شهر يساعده على المعيشة، بس هي رفضت وقالت له إنها مش قادرة تبعت له فلوس من غير مقابل، وإن في حد هيتواصل معاك وعليك توافق على كل طلباته عشان أقدر أبعت لك فلوس. هيثم قال لها: أنا ما عنديش مانع، بس مين الحد ده وتعرفيه منين؟ ردت عليه: ده رجل أعمال كبير وأنا بشتغل معاه أنا وجوزي محمد الأمين، ومن يوم ما عرفناه وإحنا بقى معانا فلوس كتير، بس إيه رأيك أعرفك عليه وتشتغل معاه زينا؟ هيثم رد عليه وهو خايف: بس أنا ما أقدرش أسيب شغلي هنا في لبنان. ساهرة قالت له: ومين قالك إنك هتسيب شغلك هنا في لبنان؟ كل حاجة هتمشي زي ما هي، والراجل اللي أنا أعرفك عليه هيعرفك بالظبط هتعمل إيه. في اللحظة دي هيثم صمت للحظات وبعدين قال لها: أنا موافق أروح معاكي. ساهرة قالت له: خلاص احنا هنسافر على تركيا، وهناك هنتقابل أنا وإنت ومحمد الأمين عشان نقابل رجل الأعمال. بس يا ترى مين رجل الأعمال ده؟ وليه ساهرة كانت بتلح على أخوها إنه يسافر معاها؟ من الواضح كده إن ساهرة ومحمد الأمين سقطوا في إيد الموساد الإسرائيلي، والراجل اللي بيدعي إنه رجل أعمال عشان يقابل هيثم ما هو إلا ضابط في الموساد الإسرائيلي. وبالفعل هيثم سافر يوم 5 نوفمبر سنة 2004 لإسطنبول، ولما وصل هناك قابل أخته اللي قدمته لواحد خمسيني اسمه غادي، وقالت له ساهرة إنها عايزة تساعد أخوها عشان تنقذه من المشاكل المادية اللي بيمر بيها. طبعا غادي استقبل هيثم بكل ترحاب واللي انفرد بيه طول اليوم، وأسئلته كلها كانت بتدور عن مكانته في الجيش وعن الشخصيات اللي بيعرفها والناس اللي بيثقوا فيه. وبما ان هيثم عسكري عرف ان اللي بيكلمه مش رجل اعمال وان واحد من الموساد الاسرائيلي. الغريب في الامر ان رجل الاعمال واجهه بالحقيقه وقال له فعلا انه مش رجل اعمال وانه ضابط في الموساد الاسرائيلي، وطلب منه يشتغل معاهم زي اخته ساهره وجوزها محمد الامين مقابل مبلغ مالي كبير هيعوضه عن كل السنين اللي فاتت. الأغرب من كده بعد ما هيثم عرف إن أخته بتشتغل مع الموساد الإسرائيلي ما كانش عنده أي ردة فعل، وحتى لما قابلها واتكلم معاها كان واخد الموضوع كأنه شغل مصلحة، يعني هيخلصها ويرجع لبنان طالما هياخد مقابل مادي كبير. ولكن السؤال هنا: ليه هيثم ما استسلمش ولا اعترض؟ وإجابة السؤال ده بيعتمد على عوامل كتيرة زي الفلوس والستات والمخدرات وعدم انتماء الشخص لوطنه، وهنا هيثم وافق بمحض إرادته. المهم بعد 5 أيام من وصول هيثم لتركيا سافر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك اجتمع في شقة خاصة تابعة للموساد مع الضابط غادي وأخته ساهرة وجوزها محمد الأمين. ولمدة أسبوع كامل هيثم كان بيتدرب على طريقة تشفير الرسائل وتحديد مكانها على الخريطة الجوية، وكان في برامج بيخزن عليها الرسائل داخل صورة لها كود خاص ومفيش حد يقدر يشوفها إلا لو عارف الرقم السري بتاعها. واخد CD في برنامج التشفير وطلبوا منه يتأكد من بريده كل 3 أو 4 أيام، وده عن طريق كافيه في نت.
بس يكون في مناطق متفرقة عشان محدش يرصد الرسائل اللي هو يبعتها، وعشان يتابع بالظبط ايه الأسئلة والتوضيحات اللي الإسرائيليين بيطلبوها منه. وكان عمل هيثم متقصر على تحديد الأماكن اللي محتاجين يعرفوا عنها معلومات فقط، ومش مكلف بأي عمل تنفيذي. والغريب إنه ما كانش مطالب منه يجمع معلومات عن أي حد في الحكومة أو في الدين أو السياسة أو في الجيش والشرطة زي باقي العملاء. ورجع هيثم لبيته في لبنان في يوم 17 نوفمبر سنة 2004، ونزل برنامج التشفير على الكمبيوتر اللي كان معاه، وكتب رسالة، وبعد ما شفرها نسخها على الفلوبي، وراح بعدها لمحل انترنت وأرسل الرسالة من هناك. وكانت دي أول رسالة تجريبية بينه وبين الموساد الإسرائيلي. وهيثم راجح اعترف إنه استقبل العديد من الرسائل المشفرة والاتصالات من الموساد الإسرائيلي، وكانت بتطلب منه يحدد مواقع معينة في الضاحية الجنوبية أو يستفسر عن مسؤولين في حزب الله. وكان دايما بيروح بلبسه المدني عشان محدش يشك فيه، ويبدأ يجمع المعلومات ويشفرها ويرسلها عن طريق الإيميل بتاعه للموساد الإسرائيلي. وفي سنة 2006 كانت الاتصالات مستمرة بين هيثم راجح وبين الموساد الإسرائيلي، وقبل أي عملية هجومية هتحصل في المنطقة كانوا بيبلغوه ويقولوا له يطلع من المكان اللي هو فيه عشان هيتعرض للقصف أو هيتقصف منطقة قريبة منه. واتضح إن هيثم كان بيدي الإسرائيليين معلومات عن منطقة برج البراجنة وعن عدة مناطق في الضاحية الجنوبية اللي كانت بتتعرض للقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي اللي كان مستمر على تدميرها. وقال إن ما بين الأماكن دي مجمع الإمام الحسن في حي الرويس اللي تعرض ل20 دفعة من الصواريخ الثقيلة في اليوم الأخير من العدوان، وكان فيه احتمال وجود قياديين من حزب الله ومجموعة من المقاومة. وطبعا هيثم كان مراقب من فترة طويلة، بس ما كانوش متأكدين من المعلومة دي. ومن أهم المهمات اللي كانت موكلة ليه من سنة 2006 لحد 2009 هي متابعة حسن نصر الله وقادة تانيين، أهمهم حسن الخليل اللي هو المساعد السياسي للأمين العام. وكمان سرب معلومات عن السفارة الإيرانية في بئر حسن عشان فيه احتمال يكون السيد نصر الله بيختبئ فيه، وده غير مجمع سيد الشهداء ومجمع العباس ومجمع الإمام الحسن في الرويس. وفي البيان اللي صدر يوم 29 إبريل سنة 2009 وبناء على معلومات كانت مع الجيش والشرطة من سنة 2006 قالوا إن في واحد من قوة الأمن الداخلي كان بيشتغل مع الموساد الإسرائيلي وهو هيثم راجح. وبناء على الأمر القضائي جت قوة من شعبة المعلومات وفتشت بيت هيثم، فلقوا عنده أدوات تجسس وجهاز كمبيوتر كان بيستخدمه في إرسال المعلومات للصهاينة. وفي وسط التحقيقات هيثم نفى إنه اتقابل مع أي حد من الإسرائيليين، وكمان قال إنه مخرجش من لبنان في السنوات اللي فاتت. وقال إن الموساد ما جهزوش بأي أجهزة إلكترونية متطورة، وكان التواصل بينهم على الإنترنت فقط. وفي يوم 15 نوفمبر سنة 2012 حكمت المحكمة العسكرية بإعدام العميل هيثم راجح جميل السحمراني، وكمان حكم تاني بإعدام شقيقته ساهرة وجوزها محمد الأمين، وعقوبة بالأشغال الشاقة لمدة 2 لرغدة ظاهر بتهمة التعامل مع العدو. وباقي أفراد الشبكة اللي تم القبض عليها اللي أخد 2 واللي أخد 15 سنة. وطبعا لم يتم الإعلان عن الشبكة بالكامل. ولحد هنا يكون الفيديو انتهى، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة فاشتركوا في القناة وتشرفونا وتنورونا دايما. سلام عليكم.